النغمة المتفعلة دلوقتي نغمة رنين، هي إن المنتخب بيعمل إعجاز وأي حد مش شايف ده هو حاقد. حاقد وما عندوش وطنية وعدو للإنسانية وكل ده. والحقيقة إن في مبدأ غريب وأنا بستغرب إن محدش بيفكر فيه، ومحدش بيشوف إن أنا كده شخص متناقض مع ذاتي لدرجة صعبة. وهو إن أي حاجة على مزاجنا، وأي حاجة على كيفنا، وأي حاجة في الاتجاه بتاعنا هي صح، وما ينفعش تنتقدها وما ينفعش تيجي جنبها. واي حاجه تانية انا بقى من حق اتكلم فيها، وده اسمه حريه راي. يعني انت تنتقد او تتكلم في امور منطقيه وواضحه، فانت متعصب او ما عندكش وطنيه او حاقد او انما انا اتكلم ده حريه راي. ابسط دليل بعيد عن الزمالك وبعيد عن اي حاجه خالص، اتنين لعيبه، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، وزيزو لاعب الاهلي. عمر مرموش هتلف تلاقي دبح انت بتعمل ايه وفين اداء، بالرغم من ان عمر مرموش حاول يرمي لهم كذا حته في الاول عكس صلاح، لكن دبح عادي. فين ادائك؟ فين الكوره؟ فين اللي بتقدمه؟ ده عادي. انتقاد، لاعب المفروض يقدم وما بيقدم، زي صلاح اللي كان بيشيل اي حاجه للمنتخب. يعني اي خساره في وقت احنا مش عايزين ننتقد فيه لا منظومه ولا الموجود، صلاح انت فين؟ عشان ده ما اظهرش انت مقاولين، فده ينتقد عادي. لاعب ليفربول مرموش اللي هو اهم لاعب كجوده حاليا مع كبر سن محمد صلاح، ينتقد عادي عشان ما بصاش في وقت مثلا كوره المفروض يبصيه. طب واللي بينزل يقدم صفر في الملعب، لما تنتقد انت بتدمر المنتخب. ده انتقاده للمصلحه العامه ورأي فني. انما اللي بيقدم صفر في الملعب، اللي بيقدم ولا حاجه، لما تتكلم عنه انت كده بتنتقد لاعب منتخب مصر. وصل الوقت للمستوى ده، وصلنا للدرجه دي، وصل التعصب للانديه للمستوى ده، التلفزيون والاعلام والصحافه كله يكتب كده. انما تنتقد مرموش عادي، تذبح في محمد صلاح كل بطوله تخرج منها عادي. ليه؟ عشان احنا، عشان ده راينا. فلما يبقى ده راينا وده احنا، يبقى حريه الراي. حريه الراي تبقى يتم تعيينها نغمه رنين. طب حد تاني بيتكلم في حاجه بقى تخصنا او حاجه جايه على كيفنا، تعصب، انعدام وطنيه، حقد، مفيش منطق. برغم ان بيبقى هو ده المنطق بعينه، بس بيبقى مفيش منطق. ليه؟ احنا المنطق، واحنا الوطنيه، واحنا عدم التعصب، واحنا الراي الصح، واحنا حريه الراي، كل حاجه احنا. طب فكر في ده، طب قيس ده بدماغك، طب شوف في منطق في اللي انت بتعمله ده، طب شوف في منطق في اللي انت بتقوله، طب شوف في منطق في اللي انت بتوافق بيه واللي انت بترفضه. مفيش اي منطق. بس هو كده، هو كده. ليه هو كده؟ لان احنا اخدنا على كده. ليه هو كده؟ لان منظومه الكوره بنت على كده. فاتمنى ان كل شخص، لان في النهايه كوره، انت ما بتملكش نادي، وانت مش هتاخد نسبه من ارباح اي نادي في الاخر. لو فريق كوره كسب مش هيدوك مثلا جزء من المكافاه اللي هو بياخدها. انا شخصيا اهو كزملكاوي، لو الزمالك خد دوري الابطال بفرح، بكسب فرحه بفريقي، لكن مش هيديني الزمالك جزء هيقول لي احنا خدنا 5 مليون دولار انت ليك اتنين، بس انت كنت بتشجع، او اتنين للمشجعين كلهم. مش هيحصل. فما فيش شيء يستدعي ان انا غايب عقل عشان، او ان انا اعمل شيء ما فيهوش منطق وفي تناقض وفي غياب للعقل علشان خاطره.